ديال الأجراء من داخل التراب التربوي، يعني خاص يكون تنسيق ان الجماعه تستافد من هذه الموارد البشريه ومن هذه العامله هذه، يعني باش تبين مجموعه ديال الحوايج، حيت كاينين نقاط سوداء فيما يخص النظافه والمرافق الخضراء. يعني كان واحد عمليه تنسيقيه من خلال مد الجمعيه بمجموعه ديال تمكين الجمعيه من واحد المقطع داخل الجماعه كيحطوا فيه المنظمات، اضافه مجموعه ديال الاليات اللوجستيكيه اللي تمكنت من الجمعيه كذلك. والآن لنا كلمة ترحيبية بالمدعوين سيلقيها الأستاذ حميد تيجاني رئيس جمعية أحيدوس للتنمية القروية والبيئية والتراث عين شبال، فليتفضل مشكور. عليكم تحية جمعوية. نيابة عن مؤسس جمعية أحيدوس للتنمية القروية والبيئة والتراث، يشرفني أن أقدم لكم الترحاب على حضوركم ودعمكم وتشجيعكم للجمعية في عملها. تحية شكر وترحاب للسادة أعضاء المجلس الإقليمي لسفرو وشركائنا في الأوراش. تحية شكر وترحاب للسادة أعضاء المجلس الجماعي بعين شبال وأعضاء لجنة التنسيق في مشروع الأوراش. تحية شكر وترحاب لممثلي المجتمع المدني بعين شبال. نرحب بكل المدعوين ونرحب بالسلطة المحلية وسائل الإعلام وكل شخص بصفته واسمه. فنجدد لكم الشكر على دعمكم وتشجيعكم لأشغالنا، ونتمنى أن نكون في حسن ما تنتظره منا ساكنات عين شبال فيما يخص المجال البيئي للنظافة ومعالجة وتنقية وصيانة فضائنا ومجالنا. نجدد لكم الشكر على تلبيتكم الدعوة، وأترك الكلمة لمن يأتي. شكرا سيد الرئيس على هذه الكلمة المعبرة عن مجهودات أوراش. والآن لنا كلمة لنائبة الرئيس نوال مفيد، فلتتفضل مشكورة. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تحية ترحاب وشكر وتقدير للحضور الكريم، السادة ممثلي اللجنة الإقليمية، السادة ممثلي المجلس الجماعي لعين شبال،
السادة ممثلي السلطة المحلية، السادة ممثلي المؤسسات التعليمية، السادة ممثلي جمعيات المجتمع المدني، السادة ممثلي الإعلام، السادة العمال المدمجون في برنامج أوراش، الحضور الكريم، يشرفنا حضوركم معنا في هذا اللقاء الذي نريده تقييما لمنجزات المرحلة الثانية من برنامج أوراش لبنان 2023 الذي يشرك جمعية أحيدوس بالتنمية القروية والبيئة والتراث على تنزيل ورشين بيئيين في الجماعة الترابية العين الشباب بشراكة مباشرة مع المجلس الإقليمي للسلوك والمجلس الجماعي لعين الشباب والوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات بسكور، وبإرادة من الجمعية في بناء شراكة مع الجميع مؤسسات تعليمية، فاعلين مدنيين، ساكنة، مواطنين وخواص، باعتبار موضوع الأوراش البيئية يجب بسط معطياته أمام الجميع وأن يشغل بال الجميع، ولا ينبغي أن يبقى حكرا على جهة دون أخرى، لأن انعكاسات أي خلل بيئي يؤدي ثمنه الجميع. بادرت الجمعية إلى توسيع حلقة هذا اللقاء. الحضور الكريم، وإذ نقف هذه الوقفة كالعادة عند نهاية كل ورشة تتكلم فيه جمعيتنا، اسمحوا لنا جميعا أن نسجل بدءا بشهاداتنا باختيارات اللجنة التعليمية لمضامين ومجال الورشين وأهميتهما ومرحلة تنزيلهما لسببين اثنين. السبب الأول وله علاقة بالورش الأول، القيام بأشغال النظافة ومعالجة النقط السوداء، حيث جاء الشق الأول من الورش أشغال النظافة كحل مؤقت لمرحلة عرفت انتهاء عقدة التدبير المفضل بشركة موصل، مما شكل ضغطا لا يمكن معه على الجماعة الترابية مواكبة أشغال النظافة لمجال تتمثل مساحته وتتسع قاعدة ساكنته بشكل مضطرد مقارنة بالإمكانيات اللوجستية والموارد البشرية المتاحة. وعلاقة بالشق الثاني معالجة النقط السوداء، كون لجنة الاختيار أولت اهتماما لما تضمنته تقارير الجمعية فيما يخص الورشين اللذين أشارت الجمعية على تنزيلهما في المرحلة الأولى. أما السبب الثاني فهو متعلق بالورش الخاص بتنقية وادي الشكور وصيانة المناطق الخضراء، ويتمثل من جهة في النظرة الاستباقية للجنة واستحضارها لما يمكن أن تمثله فيضانات الفجائية الناجمة عن العواصف الرعدية الناتجة بدورها عن الاضطرابات بسبب خلل الواقع في دورة المنار في السنين الأخيرة، وما يمكن أن تشكله هذه الفيضانات من مخاطر على الساكنة من جراء امتداد القناطر المتواجدة على الوادي بفعل تراكم النفايات والأسباب، باعتبار هذه الأخيرة المكان المفضل لتصريف السلوكات المنحرفة بيئيا. ومن جهة ثانية استحضار اللجنة للدور الإيكولوجي والتنوع البيئي الذي يرافق خصائص الوادي والتي يجب المحافظة عليهما من كل تأثير للنفايات الصلبة. حضورنا الموقر مواصلة لتحقيق الأهداف المرجوة من برنامج الورشين المذكورين واللذين تكلفت الجمعية بإنزالهما بشراكة وتنسيق وتعاون مع شركائها، عملت الجمعية على تعبئة مواردها البشرية اللازمة والمؤهلة لتسيير وتدبير هذه الأوراش، كما ساهمت في تأطير وتكوين العمال المدمجين الفاعلين الحقيقيين والميدانيين وتحسيسهم وتوعيتهم بأهمية استغلال هذه الفرصة لتقديم خدمة مواطنة للمجال البيئي لعين الشباب ساكنة ومجالا. وبدورنا نستغل هذه الفرصة لنجدد لهم الشكر والعرفان على حسن تفاعلهم مع المشروع طيلة 4 أشهر. كما أن الجمعية عبأت وسائل العمل المتاحة لديها وساهمت لوجستيكيا حسب الإمكانيات
البيئة، لأننا نعتبر البيئة أساس ورمز مستقبل للتنمية هنا بعين شباب أو في أي مكان آخر من العالم. الحضور الموقر يجدد الترحاب والشكر لحضوركم ودعمكم، وتحية أمل وعمل لكم جميعا. تحية أمل في بيئة نظيفة أفضل ومجال أخلاق أسيح ومتنوع بعين شباب، وتحية عمل نريد التقائي بين جميع القراءات ساكنة، فاعلين، مدنيين، سياسيين ومؤسسات لتحقيق الأمل المنشود. الحضور الكريم، نشكر لكم موافقة أشغال هذا اللقاء، والله الموفق. حرر بعين شباب بتاريخ 13 جانب 2023 عن الجمعية نائبة الرئيس.